السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات، ولاد وبنات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنشرح مع بعض درس جديد، الدرس السادس والسابع بعنوان جمع وطرح الأعداد الكسرية. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نبدأ مع بعض. جمع وطرح الأعداد الكسرية. يعني ايه عدد كسري؟ يعني عدد صحيح، عدد صحيح وجنب منه كسر، ده كده اسمه عدد كسري. عدد كسري خدناه الحصة اللي فاتت او المرة اللي فاتت، خدنا العدد الصحيح جنب منه كسر، كله على بعضه كده اسمه عدد كسري. طيب العدد الكسري ده عايز اجمعه على عدد كسر اخر، زي ايه؟ 2 زائد 51، 2/5 بتساوي كام؟ عشان هجمع الاعداد الصحيحة الاول اللي هي 2 مع 1 واحطها، واجمع الكسر لوحده مع الكسر ده مع الكسر ده واحطه جنب بعضه. طيب تعالوا نجمع 2 صحيح زائد 1 صحيح، 2 و1 3، هحطها هي كمان صحيح. طيب 3 واحط خط او شرطة كسر واحط 5 زائد 5. طبعا احنا بنجمع المقام ولا ما بنجمعهوش؟ لا ما بنجمعوش. 5 زائد 5 بحط رقم 1 بس. طبعا المقامات متوحدة يعني سهل جدا ان انا اجمع او اطرح، انما لو كانت المقامات مش متوحدة دي شغلانة تانية مش هناخدها المرة دي. تمام؟ 5 و5 هحط 5 واحدة بس، مش بجمع المقامات. ماشي؟ بجمع البسط. البسط هنا كام؟ 1 زائد كام؟ 2. 2 و1 3، يبقى هتساوي 3 صحيح و3 خماس. طيب رابعا هاخد مسألة كمان، مثلا هقول 1 صحيح، احط اي مقام، مثلا هحط مثلا 8 والبسط 3 زائد 2 و6/8 بتساوي كام؟ زي اللي فوق بالظبط. هجمع الاعداد الصحيحة مع بعض والكسور مع بعض. الاعداد الصحيحة كام؟ 1 زائد كام؟ 2. 2 و1 3 برضو، واعمل خط او شرطة كسر واحط كام؟ مش عارفة القلم باين عندكم ولا لا؟ هنا 8 هاخد 8 واحدة بس واحطها في المقام، ما بجمعش المقام خالص، ما بجمعش المقام، انا بحط رقم 1 بس. هنا 8 وهنا 8 يبقى المقام زيه 8. طب البسط بجمع البسط عادي. هنا 6 و3 كام؟ 6 و3 9. ايه ده؟ انتوا مش ملاحظين حاجة؟ ان اللي فوق يا سنة رابعة اللي فوق دي 3 و3 خماس، هل 3/5 كسر فعلي ولا غير فعلي؟ لا كسر فعلي. يعني ايه كسر فعلي؟ خدناها المرة اللي فاتت، ان 3 او البسط اصغر من مقام يبقى ده كسر فعلي، ده عادي جدا. انما هنا البسط اعلى من المقام، يعني ده كسر غير فعلي. طب ده ينفع كده يتساب؟ لا طبعا ما ينفعش. امال هعمل ايه؟ بصوا كده، دي كده هتساوي 3 صحيحة اهي، تمام، وال9 دي. تعالوا الاول ناخد ال8 مقام زي ما هي، ما بغيرهاش، تمام. طب ال9 دي هعمل فيها ايه؟ هي ال9 دي مش هي عبارة عن كذا زائد كذا، رقم زائد رقم؟ طيب هو انا هحط اي رقم؟ لا، هحط نفس الرقم بتاع المقام، هحط نفس الرقم بتاع المقام. المقام كام؟ 8، هحطه زيه فوق 8. طيب 8 دي فاضل لها كام عشان توصل لل9؟
او بمعنى تاني 9 ناقص 8 1. يعني ال8 دي بتساوي قصدي ال9 دي بتساوي 8 زائد كام؟ 8 وكام بتساوي 9؟ 8 و1. انا بعمل البسط بس، انا بعمل في البسط بس. تاني سنة رابعة، ال3 صحيحة اهي وال8 مقامها اهو. طيب ال9 دي بتساوي المقام زود عليه كام عشان يديني البسط؟ المقام 8 هحطه فوق برضو 8، يبقى 8 زائد كام؟ احنا في الجمع 8 زائد كام بتساوي 9 حتى لو في الطرح عادي. خلينا واحدة واحدة. 8 زائد كام بتساوي 9؟ 8 و1 9. طب انتوا مش ملاحظين حاجة برضو؟ مش ملاحظين ان دي 8 بسط و8 مقام؟ ال8 بسط على 8 مقام بتساوي كام يا سنة رابعة؟ هو مش احنا قلنا لو البسط قد المقام بيساوي 1؟ يعني 2 على 2 بتساوي 1، 3 على 3 بتساوي 1، 5 على 5 بتساوي 1، 8 على 8 بتساوي 1. البسط هو المقام بيساوي 1. طيب رابعة، يعني دي بتساوي ايه؟ 8 على 8 بتساوي الواحد. الواحد ده هحطه فين؟ ما هو واحد صحيح، هحطه على 3. فال3 دي يعني ال8 على 8 بتساوي 1. الواحد ده هيروح للصحيح اللي زيه اللي هو كام؟ اللي هو ال3. يبقى 3 و1 4. 4. طب والواحد ده هعمل فيه ايه؟ هنزله زي ما هو اهو. طب ما هو المقام ايه؟ 8 برضه، ما هو كله 8 اهو، كله 8 ماشي. فهتساوي 4 و8. تمام. طيب تعالوا ناخد مسألة كمان. لو قلت مثلا 2 وسدس زائد 1 صحيح بتساوي كام؟ ايه ده؟ هينفع تتعمل؟ ينفع. ما تنفعش ليه؟ بصوا كده، 2 دي عدد صحيح والواحد عدد صحيح. 2 و1 3. طب هنا سدس وهنا مفيش حاجة، يبقى سدس وصفر هو السدس. انا بجمع مش بضرب، بجمع. فهنا سدس ومفيش حاجة يبقى هي السدس، يبقى بتساوي 3 وسدس. بس كده خلصت المسألة. ايه دي مسألة سهلة جدا. تعالوا نشوف حاجة كمان. مثلا لو قلنا ايه، هي الأمثلة كتير. طب بصوا تعالوا كده، ولا خليها للآخر، أصل في حاجة اسمها النماذج. نموذج همثل الكلام ده بنموذج وهمثله بخط الأعداد. نخليها لآخر الحصة، نخليها آخر الحصة. تعالوا ناخد الطرح. طيب ناخد الطرح في حاجة ايه؟ في ورقة جديدة. مش عارفة، أنا حاسة إن التاني أوضح. تعالوا ناخد ده. لو قلنا يا رابعة 4 و3 على 5 ناقص 2 وخمس بتساوي كام؟ ايه ده طرح. طب انا هعملها ازاي يا مس؟ زي الجامعة بالظبط. ازاي؟ عادي يا ابني. بص كده، هنا عدد صحيح 4 نقصت منه 2. عدد صحيح هنقص منه عدد صحيح، والكسر هنقص منه الكسر، يعني هتساوي كام؟ طب العدد صحيح ممكن نعرف نعمله، انما الكسر يا مس هعمله ازاي؟ تعالى بس. 4 من 2 بتساوي كام؟ 4 ناقص 2 2. واعمل خط او شرطة كسر. هنا 5 وهنا 5. 5 من 5 ما بطرحش، انا ما بطرحش المقام، باخد نفس الكسر رقم واحد بس. ياخد دي ياخد دي، هما الاتنين واحد، فهاخد رقم واحد بس اللي هو ال5. تمام. لا بجمع المقامات ولا بطرح المقامات. المقام باخد منه الرقم واحد بس اللي هو ال5. اللي فوق بقى هنا 3 نقصت منها 1 بتساوي كام؟ 2. خلصت المسألة. سهلة مش صعبة. تمام. طيب تعالوا ناخد مسألة كمان. رابعة، هاخد مثلا رقم صحيح بس، رقم صحيح بس هطرح منه 3 ناقص 1 وسدس
بتساوي كام؟ 3 ناقص 1 وسدس بتساوي كام؟ بصوا كده، 3 من 1 ده صحيح، عدد صحيح، هنقص منه عدد صحيح والسدس دي على جنب. تعالوا ناخد مع بعض. 3 من 1 2. طيب والسدس السدس يا سنة رابعة بتنزل ايه؟ زي ما هي ماشي، بس ينفع بطريقة تانية. هو انت كنت هتغلط، بصوا كده، يعني انت كنت هتغلط وتقول ان هو هينزل زي ما هو، صح كده؟ صح؟ مش هي دي المسألة؟ لا كده غلط. الله، انت تتلخبطينا ليه يا مس؟ يا ابني تعالى بس واحدة واحدة. هنا 3 سنة رابعة عدد صحيح، ماشي، هنطرحه من عدد صحيح هتساوي 2. طب السدس هينزل زي ما هو؟ لا، ده مش جمع، امال ده طرح، فلازم يكون هنا في رقم اطرح منه الكبير، انقص منه الصغير يطلع لي رقم. انما هنا صفر، يعني مفيش اصلا كسر، فهنا مفيش كسر. يعني انت ما معكش برتقان وانا قلت لك انا عايز نص برتقانه، وانا معايا برتقان عشان اديك يا مس نص برتقانه؟ لا. طب امال؟ فانا لازم استلف، يعني دي كده غلط، دي كده غلط. امال هعمل ايه؟ هستلف ازاي يا مس؟ بصوا كده، ال3 دي هستلف منها 1، هيبقى من ال3 كام؟ 3. هستلف منها هستلف منها 1 هيبقى كام؟ 2. فالاتنين اهي. طيب الاتنين اهي، والواحد الصحيح هقلبه لايه؟ لبسط ومقام، او لعدد كسر، او لكسر يعني، ماشي، هقلبه لبسط ومقام. طب انا هحط البسط منين والمقام منين؟ بمزاجي؟ لا، مش احنا قلنا ان ال3 دي استلفت منها 1 بقت 2؟ طب الواحد ده فين؟ مش الواحد ده بيساوي زي ما انا قلت في اول الحصة، الواحد ده بيساوي 2 على 2 بتساوي الواحد، 3 على 3 بتساوي الواحد، 5 على 5 بتساوي 1، 6 على 6 بتساوي 1، 8 على 8 بتساوي 1، مليون على مليون بيساوي 1. طب انا هحط انهي رقم يا مس؟ على حسب الكسر اللي جنبه، اللي انا هطرح منه كام؟ مقامه كام؟ 6. يبقى احط هنا برضو هنا نفس المقام 6. طب والبسط؟ ما احنا قلنا الرقم على نفس الرقم بيساوي الواحد اللي احنا خدناه، يبقى 6. خلاص، يبقى 6 على 6 بتساوي 1، والواحد خلاص، يعني مش عايزه اتوهكم، انتوا كده فهمتوا ماشي. 6 على 6 بتساوي 1، 1 و2 اللي هما بقوا 3. خلاص. طيب هنا هطرح منها الايه؟ الواحد وسدس هتساوي كام؟ كده بقت سهله ان انا اطرح منها عادي، والكفه دي اكبر من الكفه دي، فسهل برضو ان انا اطرح. طيب هنا 2 من 1، 2 من 1 1، واعمل شرطة كسر. المقام 6 وهنا 6، هاخد 6 واحدة بس احطها في المقام. بعد كده 6 ناقص 1 بتساوي كام؟ 5. وبكده انتهت المسألة، سهلة مش صعبة. تمام. هي فيها ايه؟ مش لفة، يعني حتة ذكاء شوية، الشاطر اللي هيفهمها بسرعة. تمام. طيب رابعة، في حاجة كمان، يعني ايه؟ طب اعملها فين؟ اعملها هنا. في برضو طرح برضو هعمله هنا. هنا لو قلنا 1 صحيح، تمام، وتلتين، هنقص منها تلت، سهلة مش صعبة على فكرة، بتساوي كام؟ هنا 1 انقص منه 1 صحيح، في هنا حاجة صحيحة؟ لا. طب ما هو الواحد ده اكبر من الصفر، صح ولا لا؟ طب الواحد ده هطرح منه مفيش حاجة بتساوي 1،
واعمل خط او شرطة كسر. هنا المقام كام؟ 3، هاخد منها 3 واحدة بس. تمام. طيب هنا 2 انقص منها 1 بتساوي 1، يعني 1 وتلت. خلاص، مسألة بسيطة. تعالوا بقى ناخد اللي هو التمثيل بالنماذج. هناخد ايه التمثيل بالنماذج؟ بصوا يا ربع، في الجمع او في الطرح بنجمع او بنطرح بحاجة اسمها التمثيل بخط الاعداد والنماذج. يعني ايه نماذج ويعني ايه خط اعداد؟ خط اعداد اهو، يعني مثلا عايزين نعمل المسألة دي، هجمع المسألة دي مثلا 1 وربع زائد 3/4 بتساوي كام؟ بتساوي تعالوا نحلها الاول وبعدين نبقى نشوف ايه خط الاعداد والنماذج. هنا 1 ازود عليها ما فيش حاجة بتساوي 1. طب هنا ربع و3/4 مقام 4، مقام 4 يبقى هنا برضو مقام 4. 1 و3 4، ايه ده؟ 4/4. ايه ده ميس انتي قلت لنا الرقم اللي فوق زي الرقم اللي تحت بيساوي 1. ايوه صح، قلت كده. ايه ده يعني هتساوي دي هتساوي 1؟ طب ما هي دي هتساوي 1 لان البسط والمقام نفس الرقم. 4/4 بتساوي الواحد الصحيح. الواحد ده هيروح على الواحد التاني الصحيح ده، ف1 زائد 1 بتساوي كام؟ 2. يعني المسألة دي هتطلع ب2. طيب عايزين نمثلها بخط الاعداد. خط الاعداد اهو، هعمله بايه؟ فلوماستر. ادي خط الاعداد، وهنا كده 0 وهنا كده 1 2، لا دي 2 ودي 3 ودي 4. تمام. طيب رابعا هنا 1. الواحد ده ما بين الواحد والاتنين في كسور كتيرة جدا. انا عايز الكسر اللي موجود عندي اللي هو ايه؟ ربع، اللي هو مقامه 4 يعني. ماشي. فبعد الواحد 1 وكام؟ 1 و1/4. يعني هنا كده 1 و1/4 وبعديها كمان ربع، يعني من هنا لهنا ربع ومن هنا لهنا كمان ربع. ربع وربع 1 و1 2، فهتساوي 2/4. وبعد كده 3/4. تمام. و4/4 بتساوي 1، يعني 2 صحيح او 1 صحيح، يعني ايه؟ وصلنا للرقم الصحيح اللي هو 2. طب بعد الاتنين 2 وايه؟ 2 وربع. نفس الحكاية اللي هنا هنزودها هنا. هنا ايه؟ 2 وربعين، 2/4. وبعد كده 3/4. تمام. وهنا برضو في 3 وربع، 3 وربعين، 3 و3/4. اشمعنى اخترت الاربع؟ لان اصلا المسألة عندنا بالمقامها 4. ماشي. طيب عايزين نمثلها بقى بخط الاعداد. عشان امثلها بخط الاعداد انا مش بمثل النتيجة، انا بمثل المسألة نفسها اللي هو بالاسود ده. همثلها ازاي؟ هنا 1 وربع. فين الواحد؟ اهو. وربع اللي هو هنا، ادي 1 وربع. هزود عليه 3/4، يعني ربع وكمان ربع بقوا ربعين وكمان ربع بقوا 3/4. يعني انا وصلت لهنا، يعني 1 وربع وكمان 3/4، يعني انا وصلت لفين؟ للاتنين. وهي دي النتيجة اهي 2. سهلة، هي مش صعبة. تمام. طيب في حاجة اسمها النماذج. ايه هي النماذج؟ اهو
عايزه امثل برضو نفس المساله اللي هي بالاسود مش بالازرق، المساله نفسها اللي ورقه الامتحان موجوده فيها مساله، انا ماليش دعوه بالحل اللي انا حليته، انا ليا دعوه بالمساله دي. همثلها بخط امثلها بخط الاعداد، همثلها بالنماذج. مثلا اهو ادي كده نموذج متقسم 4، بقسمه 4 ليه؟ لان المقام 4. ادي 1، ادي نموذج، ادي 2، ادي نموذج كمان، وادي نموذج كمان. تمام. طيب هنا يا ربع قالك في المسألة 1 صحيح وربع. هنمسك الاول واحد الصحيح. يعني ايه 1؟ يعني 4×4، مع 4×4 بتساوي 1. معناها تاني الواحد الصحيح يعني الشكل كله، الشكل كله ده هظلله او هلونه، الشكل كله هلونه. تمام. يبقى انا خدت الشكل ده 1 صحيح. طب والربع يعني الشكل التاني هاخد منه كام؟ هو قال لي البسط كام؟ 1/4. يعني هظلل البسط واسيب المقام. المقام ده اللي هو عدد الاجزاء اللي انا المفروض ايه اللي هي متقسمالي، اللي متقسمالي. انما اللي هظللها كام؟ البسط. ببص على البسط ما ببصش على المقام، ببص على البسط ما ببصش على المقام. البسط كام؟ 1. يبقى انا هظلل 1 بس، جزء 1 بس من ايه؟ من 4. اهو جزء 1 من 4، يعني هظلل جزء 1 بس. تمام اهو. طيب هنا بقى زائد ايه؟ 3/4. هي متقسمة 4، 1 2 3 4 اللي هي المقام. طب انا هظلل ايه؟ البسط. هظلل كام؟ 3 اهو، يعني هتساوي 1 2 ادي 2 وادي 3. تمام. طيب دي كده جت غلطة، دي كده جت غلطة. تمام. طيب انا هنا يا ربع ظللت 1 زائد 3/4، يعني هتساوي كام؟ ادي كده 1 صحيح زائد 3/4، ادي 1 2 ربع 1 2 3 4، يعني 4×4 بتساوي كام؟ 1. 1 زائد 1 بتساوي كام؟ 2. ما هو بصوا اهو هي متظلله كلها ما عدا الجزء ده موجود فين؟ في الناحيه التانيه. يعني لو حطينا دي هنا، دي مكان الحته الفاضيه، فهتساوي شكل وشكل، شكل وشكل يبقوا شكلين، يعني 1 و1 بتساوي 2. ودي النتيجه اهي 2 اللي هي 1 و4×4 يعني بتساوي 2. طيب دي كده في الجمع. تعالوا ناخد ورقة في الطرح بقى يا سنة رابعة. هطرح مثلا 5، هنقص منها 2×4 بتساوي كام؟ تعالوا نحلها. هي 5 دي ينفع ان انا هنقصها ازاي؟ زي ما عملنا قبل كده. زي ما عملنا قبل كده يا سنة رابعة. بصوا ادي 5 هتبقى كام؟ هاخد منها 1 فهتبقى 5×5. حطيت 5×5 ليه؟ عشان 5×5 فيها 1، والبقية 5 كام؟ 4. هنقص منها 2×4. 2×4 ده ايه؟ لا استنى، ده دي ايه؟ 4، ودي 4×4. دي 4، معلش دي كده 4×4. معكوكة شوية. طيب 2 و4×4 طيب هتساوي كام؟
4 هنقص عادي واطرح عادي يا سنة رابعة. تعالوا نشوف النتيجة. هنا 4 هنقص منها 2 بتساوي كام؟ 2. طيب وهنا المقام كام؟ هنا 4 وهنا 4، هاخد واحدة واحطها. طب البسط هنا 4 هنقص منها 1 بتساوي كام؟ 4 من 1 3، يعني هتساوي 2 و3/4. تعالوا بقى نعملها في صورة خط أعداد. في صورة خط أعداد هعملها ازاي؟ اهو الجمع يا سنة رابعة كنا بنزود في الطرح. بصوا كده في الجمع انا كنت هنا واقفة، هنا كنت واقفة هنا ماشي اهو 1 وربع، يعني 1 وربع، يبقى هبتدي من هنا، هبتدي من هنا واروح مزودة ناحية، امشي ناحية اليمين بزود. انما في الطرح هرجع لورا، يعني بدل ما امشي كده لا انا هرجع لورا للخلف ماشي. طيب هنا بقى ايه؟ هعمل 0 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 اهو. مش راضية تجيلي تمام اهي. طيب رابعة انا همثل ايه بخط الاعداد؟ همثل المسألة نفسها اللي هي ايه؟ اللي هي 4 و4 و4 على 4 يعني 5. 4 و4 على ايه ده انا عملت خط الاعداد غلط ولا ايه؟ بص يا رب، انا هنا ماشي انا عملت خط اعداد غلط. هو المفروض هنا 5 ماشي، وهنا 4 هنا 3 هنا 2. معلش اصل انا ايدي واخده على الايه، واخده على على 1 2 3 4 على طول كده ماشي. بصوا كده هنا 5 وانا اصلا في المسألة كانت عندي كام؟ 5. هطرح منها 2 وربع تمام. ادي ال5 اهي، اهي ال5 اهي، هطرح منها 2 صحيح، يعني هرجع ادي 1 2 وكام؟ وربع. وربع يعني كام؟ يعني هنقص من هنا كمان وربع. طب يعني هنا هقف في الحتة دي، الحتة دي كده بتساوي كام؟ ما هو احنا مقسمينها لكام؟ ل4، مقسمينها ل4 اهي، المقامات 4. فانا هنا عند 1 او 2 او 3 او 4 او 5 بقسم ل4. ادي كده ربع، المقام 4، المقام اهو 4، المقام 4 تمام. طب والبسط هنا 1 2 3، حتى هنا يا رابعة هنا اهو 1 2 3 ماشي 3 اجزاء. هنا المقام 4، المقام 4، المقام 4. طب هنا 3 وايه؟ 1 ربع 2 3. امال فين قبل ال4 على 4؟ ما 4 على 4 بتساوي 1 صحيح، اللي هي ايه؟ ال4. ولو عملت برضو في ايه بعد ال4 اهي، هنا كده ربع، هنا كده ربعين، هنا كده 3/4. 4 على 4 اللي هي 1 صحيح، اللي هي بتساوي 5 تمام. طيب هنا بقى يا ربع انا بطرح الكبير اللي هو كام؟ 5، هطرح منه 2 وربع. ادي ال5 هطرح يعني هنقص، يعني هرجع لورا، هطرح منها 2. ادي 1 2 وربع. ربع اللي هو كام؟ اللي هو جزء صغير يا مس، يا مس الربع هنا اهو. لا انا ماليش دعوه، انا قصدي جزء من الواحد الصحيح، يعني ربع واحد من ايه؟ من الواحد الصحيح. يعني من 2 ل3 ده كده 1 صحيح اهو، بعد ال2 3، بعد ال3 4، يعني من 2 ل3 ده 1 صحيح. الواحد ده متقسم ل4 اجزاء،
انا لما باجي ارجع لورا مش هسيب ده كله واقطم الحته دي غلط واسيب الحته دي كلها، لا، امال برجع تاتا تاتا، حته حته، برجع للخلف عشان ما اقعش، برجع حته حته عشان ما اقعش. انما لو سبت الحته دي وما رجعتهاش وانا واقفه هنا اهو ورحت ايه عملت حته، بصوا اهو، يعني انا مشيت كده ووقفت هنا ورحت عملت كده، طب وفين الحته دي؟ فين الفراغ ده كله؟ لا، انا برجع حته حته، ماشي. فانا ايه وقفت فين؟ عند 3/4. وقفت فين؟ ما الحته دي جزء، يعني ربع برضو، دي كده ربع ودي ربع ودي ربع، تمام. طيب امال بتقولي ليه 2/4؟ ما هو بص يا حبيبي، هنا يا ربع، ده كده ربع وده كده ربع وده كده ربع وده كده ربع، ماشي. بس لو مشينا بالترتيب، ده الربع الاولاني يعني 1/4، ده الربع التاني 2/4، ده الربع التالت 3/4، ده الربع الرابع اللي هو 4/4، يعني 1 صحيح. طب لما باجي ارجع لورا بمشي ده الربع الاول وده التاني وده التالت وده الرابع، تمام. في الطرح برجع لورا، ده الاول التاني التالت الرابع. في الجمع بطلع لقدام، ده الاول التاني التالت الرابع. فهمتوها؟ انا بشخبط كتير بس عشان انتوا تفهموا. خلاص، فانا هنا فين؟ انا هنا، تهتوا معايا؟ طب ركزوا، انا هنا عند الخمسة، هطرح منها دي ايه؟ 1 2، طرحت كام؟ طرحت 2 وكام؟ وربع، يعني الجزء الصغير اللي هو هنا طلع بكام؟ طلع ب3/4. الجزء ده اسمه ايه؟ 3/4، ماشي. هي فين بقى؟ يعني هتساوي 3/4 اهي. طيب ما 3/4 دي جزء من الرقم الصحيح بتاعه كام؟ اللي هو 2 و3/4. انا فين؟ انا في 2 و3/4 اللي هو دي النتيجة. طب عايزة امثلها بالتمثيل بالنموذج. بصوا كده، همثلها بالنموذج. النموذج بقى يطلع ايه؟ يطلع مربع، يطلع مستطيل. انا عملتها كده ليه؟ ما علينا، هي اتعملت كده. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، تمام. طيب هما ال5 دول كلهم متلونين ازاي يا مس؟ مش انت عندك اهو، بص كده، المسألة 5 هطرح منها 2 وربع، يعني اهو، ادي كده، ادي ده شكل، الشكل ده كله، وكمان شكل، ادي كده 2، وكمان شكل، ادي كده 3، وكمان شكل، ادي كده 4، وكمان شكل، ادي كده الايه؟ ال5. هطرح منها كام؟ ال5 اشكال اهو، هطرح منها 2 صحيح. 2 صحيح يعني همشي ده اهو بالاخضر اهو، همشي ده وهمشي ده، تمام. ادي 2 وربع، الربع ده اللي هو ده الجزء ده بس، الونه قوي عشان يبان عندكم اهو. يعني الجزء ده، الاتنين دول اهو كده، بصوا اهو، الاتنين دول كده مش معايا، الاتنين دول مش معايا، والجزء ده كده مش معايا برضو، ماشي. فهيتبقى لي ايه؟ ما هو ال5 اهم كلهم، كلت من 5 بيتزات موجودين عندي، كلت منهم بيتزتين اهم، طرحت منهم بيتزتين كاملين كلتهم لوحدي، وطمعت في البيتزا التالتة ما قدرتش اكملها، كلت منها ربع واحد بس. يبقى انا اتفضل كام بيتزا لاخويا؟ فاضل كام؟ فاضل ادي ربع، 2 3،
يبقى 3/4 وكام؟ انا لسه عادل الاربع ده شكل كامل، يبقى 1 2 اهو ده شكل كامل، يبقى شكل كامل 1 وشكل كامل 2 يبقوا هتساوي 2 و3/4. نفس النتيجة، نفس النتيجة اللي احنا حسبناها اهو 2 و3/4، نفس النتيجة بتاعت ايه؟ خط الاعداد. وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، واشوفكم على خير المرة القادمة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.